السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ايه؟ هنعمل مكرونة في الطاجن. مكرونة طاجن في الفرن. هنعمل طاجن مكرونة. بس الاول هنصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا الحلة فاضية اهي، هاخد فيها حتة زبدة او سمنة، زبدة كده صفرا هنسيحها. خلاص سيحت السمنة. معايا البصل اهوت مقطعة اللي هو شرايح او ايه، جوليان كده. هنصفر بس البصلة شوية وهرجع لكم. خلاص صفرت البصلة شوية. معايا هنا بقى ايه؟ معايا فراخ متقطعة زي الشاورما يعني. طفيها من المية بس. شاورما هي يعتبر شاورما زي الشاورما. هحط فيها بقى ايه الفراخ. طبعا الفراخ متقطعه برضو ايه زي البصل حلقات برضو، مكعبات او حلقات. نحط بس حبه ملح كده، حبه صغيرين، وربع معلقه فلفل اسود كده. وهنشوح بقى ايه الفراخ لغايه ما لونها يتغير وارجع لكم تاني. خلاص لونه اتغير زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى ايه؟ معايا طماطمايه وفلفل اخضر اهوت متخرط عليها. طبعا الفلفل حامي جدا، انا ما عملتش الا نص واحد، نص قرن فلفل بس، لان لقيته حامي جدا جدا. هسيبهم بقى يتشربوا مع بعض كده وارجع لكم تاني. خلاص كده استوت السلقه دي، الشاورما اللي احنا عملناها في طبق كده. هركنها بس ايه على جنب، هركنها على جنب كده، وهولع برضو على الحله ديت. حطيت الحله على النار كده اللي هي مطرح الشاورما عشان ما نوسخش المواعين. معايا الزيت دوت، انزل بالزيت كده، هسيبه بس يتقلب حبه. خلاص كده هنزل معايا فص توم كده متخرط، مش دقاق، مخرطات. خلاص الثوم اتحمر. هنحط بقى ايه عليه الصلصه. نوطي البوتاجاز شويه عشان انا بخاف من النار جدا. هنسيب بقى الصلصه دي تتسبك، هسيبها تتسبك كده على النار لغايه ما تتسبك. ارجع لكم تاني. هحط لها بس الملح، نسيت احط ملح وفلفل معلقه فلفل. هسيبها بقى ايه تتسبك. لما تتسبك هروح ارجع لكم تاني. خلاص كده يا حبايبي، خلاص اتسبكت شويه، بس هي المفروض ان هي ما تتسبكش قوي يعني ايه، تغلي ايه يعني 5 دقايق كده بس وهنطفي عليها. خلاص كده عايزينها خفيفه يعني، مش عايزينها ايه الصلصه التقيله قوي. معايا الطاجن اهوت، هدهنه زيت بس، هدهنه زيت. هدهنه كله بالزيت كده، كله كده. معايا بقى المكرونه اهي، معايا المكرونه. هجيب بقى ايه بصل واخرطه في قعر الطاجن ده. معايا البصلايه دي هحطها كده في قعر الطاجن، هفرشها يعني كده عشان ما يلزقش فيها. هناخد بقى ايه الفراخ دي، الفراخ اللي احنا عملناها، هننزل بقى في قعر الطاجن.
على البصل اللي احنا خلطناه. احنا خلطنا البصل عشان ما يلزقش في بعض، بس هي الفراخ كتير يعني شويه والطاجن صغير، لان انا اعمله على قد يعني مش عايزه كتير يعني. الفراخ طلعت كتير مش مشكله. هحطنا الفراخ بالمنظر ده. هنحط بقى فوقها ايه؟ المكرونه نيه اهي. انا بقولك بيبقى تحفه 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 والله تحفه. مش هنملى الطاجن بقى مكرونه، عشان انتوا عارفين ان المكرونه بتزيد. هنعمل حسابنا ان ما نملاش الطاجن. خلاص كده هناخد بقى الصلصه وهنحطها فوق المكرونه اللي احنا ايه عملناها. بص الصلصه خفيفه يعني ما تغلوهاش الا 5 دقايق واطفوا عليها، انا مش عايزاها تقيله. هنحطها على المكرونه كده. اللي بتقولي اسلقي المكرونه، لا مش هنسلقها، انا بعملها كده وبتطلع حلوه. هزودها بس حبه شوربه او ميه. خلاص كده بصوا دلوقتي هغطيها بقى واحطها في الفرن. لو عندك ورق فويل اعمليها بورق فويل، ما عندكيش غطيها بغطا حله والله وهتطلع حلوه برضه، لان انا بغطيها على طول بغطا الحله ما بيجرالهاش اي حاجه وبتطلع جميله. بس ما تحطيش المكرونه كلها، ما تمليش الطاجن المكرونه لان المكرونه بتزيد عشان ما تطلعش نيه يعني، زي ما انا عملتها كده بالظبط. خلاص كده غطيتها انا بغطا الحله دوت، وهدخلها بقى الفرن. لما تستوي هطلعها واوريها لكم. بس عايزه الحته دي عشان الصلصه سخنه وسخنت الطاجن. نحطها بقى جوه الفرن ولما تستوي هطلعها. كده خلاص يا حبايبي طلعته من الفرن مستوي جميل اهو، جميل والله والله مستوي. اوعى حد يقولك هيسلق المكرونه وتتهري منك، لا حطيها من غير سليق ولا حاجه، هتستوي وهتبقى زي الفل. دلوقتي بقى هنقلب الطاجن على الصينيه. نقلبه، هو طاجن صغنن كده وجميل جميل. نجيب صينيه زي دي كده وهنروح ايه عاملينها قلبينه عليها. عمال لي يقعدوا يعملوا كده، بيعملوا كده ليه؟ طب ما هي ننزله. تعالوا بقى كلوا، ايه رايكم؟ مفيش حاجه في الطاجن بقى خالص، هي مكرونه واحده هي اللي فضلت يا ايدي. تعالوا بقى يا حبايبي، شايفين بقى الجمال؟ شايفين الجمال ده ولا منتوش شايفين الجمال؟ شايفين الفراخ وشايفين جميل جميل والله والله جميل. هناكل المكرونه